الدوري الليبي الموسم القادم باش يكون في مستوى ما تنسى ساعة الفولو وخليني نحكي لك. رغم انه الميركاتو مازال في بداياته الا انه الفرق الليبيه قاعده تعمل في صفقات قويه برشا. نبداو مع الدوري التونسي. هداف البطوله شوات مشى للاهلي بنغازي، وحمزه بن عبده واوغبيلو مشى للاتحاد. مدافع الترجي والدولي الجزائري توغاي قريب باش يمضي للاهلي طرابلس. اما الصفقه الابرز هي صفقه اهلي طرابلس مع نجم نهضه بركان مامادو لامين كامارا. الصفقه قيل انها كلفت النادي حسب موقع وين 10 مليون يورو. اهلي طرابلس موقفش لهنا وزاد تعاقد مع مهاجم بيراميدز منتخب الكونغو الديمقراطيه واللي شارك في كاس العالم واللي هو فيستون مايلي. كمل جيب موهبة الهلال السوداني جون كلود جناح صاحب 21 سنة، والملاعب هذايا تذكروه مليح. ومش هذايا بركة، زيد عليهم نادي السويحلي اللي قريب باش يتعاقد مع النجم البوركيني لاعب تشيلسي السابق استون فيلا ليون فيا ريال وغيرهم اللي هو بيرترون تراوري. وما تنساش اللي الميركاتو مازال في بدايته. تخيل معايا كيفاش باش يكون الدوري الليبي الموسم القادم.